منها بيبدأ مع بيبا اللي بتنقل لسكن تاني علشان تعيش مع حبيبها توماس، وفي اول ليلة ليهم في الشقة الجديدة مستنيين يكون حد شايفهم، وبيكون توماس عايز يتفرج عليهم لكن بيبا بتقول له ان ده ما ينفعش، لكنه بيقول لها انهم فاتحين النور واكيد عارفين ان الناس بتتفرج عليهم، وبيقدر يقنعها انهم يتفرجوا عليهم، وبيكون الشخص ده بيشتغل في مجال التصوير وهم بيعرفوا كده من الاستوديو اللي عامله في الشقة. وتاني يوم في الشغل بيبا بتقابل واحدة زميلتها اسمها آري، وآري بتعرفها انها قررت تبعد عن السوشيال ميديا علشان حياتها تبقى افضل، وبيبا بتقول لها انها هتحاول. بعدها بتحكي لها على اللي شافوه امبارح، وبتقول لها انها متضايقه لان توماس كان عايز يتفرج عليهم، لكن آري بتقنعها ان الموضوع عادي وانه حقه يعمل كده، وبيبا بتقتنع ان الموضوع عادي. وبعد ما بتخلص شغل بتروح البيت، بعدها بيروحوا على الشباك وبيقفوا يتجسسوا على الزوجين، وبيكون ده مصدر سعادتهم الجديد، وبيبداوا يختاروا اسامي وبيسموها لجيرانهم، وبيسموا الست مارجو والراجل برونت، واشمعنى الاسامي دي مش عارف. وفي نفس اليوم بالليل بيبا بتطلع من غرفتها وبتقف تتفرج على برونت، وبيكون واضح ان بيبا بدأت تعجب بيه لانه وسيم مش شكله. بيروحوا بيوصل توماس لطريقه يسمع بيها الصوت، وهو انه يحط مرايه ويستخدموا ليزر ينقل اهتزاز الصوت ليهم، وكده هيقدروا يسمعوا الصوت. وبيبا بتسأله هيحطوا المرايه ازاي، وبيعرفوا ان برونت عامل حفله تنكريه، وبيروحوا يحطوا المرايه في بيته، ولما بيرجعوا بيشغلوا الجهاز وفعلا بيقدروا يسمعوا الصوت. واول حاجه بيسمعوها مارجو بتتخانق مع برونت لانها شافته وهو داخل الحمام مع بنت تانية، وبرونت بيطلع من الموضوع بسهوله وبيجيب الغلط على مارجو وبيتعصب عليها ويضربها. وتاني يوم مارجو اللي بنعرف ان اسمها جوليا بتروح لمكان شغل بيبا علشان تعمل نظاره نظر، وبتتعرف على بيبا وبيتفقوا يخرجوا في الويك اند. بعدها بنشوف توماس وهو في البيت وبيشوف بنت جايه لبرونت علشان تتصور، وبيشغل جهاز الصوت علشان يسمعهم. بعدها بيبا بترجع وبتعرف توماس انها قابلت جوليا وبيطلب منها ما تقابلهاش تاني، لكنها بتعرفه انها هتخرج معاها اخر الاسبوع، وهتعرفها ان برونت بيخونها بيجي نهايه الاسبوع، وبيخرجوا سوا وبيروحوا منتجع صحي وبيبداوا يتكلموا. وبنعرف ان جوليا كانت شغاله عارضه ازياء، وانها كانت بتيجي لبرونت زي باقي البنات علشان تتصور، لكن وقعت في حبه واتجوزه. وبتعرفها انها ما كانتش بتحب شغلها علشان كده سابته واشتغلت نادله لان مش معاها شهاده تقدر تشتغل بيها، وان ظروفها الماديه صعبه علشان كده هي متحمله افعال برونت لانها معتمده عليه في كل حاجه. وبيبا بتقرر ما تقولهاش لانها صعبت عليها، وبيبا بتفضل تراقب برونت وبتعرف انه شخص منافق جدا لانه بيخون جوليا بالليل وبيعمل لها عيد ميلاد وبيمثل انه بيحبها. وبيكون توماس مش طايق المراقبه لجيرانهم وبتفضل تراقبهم من وراها علشان ما يزعلش، وبتقرر تعرفها ان جوزها بيخونها، فبتوصل الطبعه عندها وبتطبع ورقه وتقول لها جوزك بيخونك، وبتقول لها روحي لسله الزباله وانت تتاكدي. وبيصحى توماس وبيتخانق معاها لانه شايف ان اللي عملته غلط. وبنرجع لجوليا اللي بتتاكد ان برونت بيخونها، وبتروح تاخد سكينه علشان تموت بيها برونت. وبيبا وتوماس بيكونوا خايفين وعايزين يكلموا الشرطه، لكن جوليا بترجع في قرارها في اخر لحظه. وتاني يوم بيبا بتعتذر لتوماس وبيقبل اعتذارها لنفسها، وتوماس بيتعصب وبيلوم بيبا لانها السبب في اللي حصل، وبيقطع علاقته بيها. وبتمر الايام وبيبا عايشه لوحدها وبتراقب برونتو وهو نازل رايح الحانه، فبتنزل وراه من غير مقدمات. بيجي برونتو ويقعد معاها وبيقول لها انه حاسس انه شافها قبل كده، لكنها بتقول له انها اول مره تشوفه. وبيكملوا كلامهم وبتطلع معاه على البيت وبيبدا يصورها، وفجاه بيتضايق وبيقول لها انها بتفكره بجوليا مراته، وبيبا بتتاسف له فبيحزن جدا من اللي شافه. وتاني يوم بترجع بيبا البيت وبتلاقيه متكسر، وبتلف بتلاقي توماس انتحر. وبعدها بتدخل بيبا في حاله اكتئاب وبتروح تقعد مع صاحبتها آري وبتقول لها ان برونت اختفى من حياتها وانها عايزاه يرجع. في نفس اليوم ده بيكون في معرض لبرونت، فبيروحوا على المعرض وهناك بتكون المفاجأة وهي ان جوليا لسه عايشة، وكمان شقة بيبا في الاساس شقة جوليا وبرونت، وهم اللي خططوا لكل ده علشان يعملوا عليهم فكرة المعرض ده. وبدأوا يعرضوا صور ليهم من اول ما وصلوا الشقة، وبدأوا يتجسسوا عليهم لحد نهاية توماس، وكل الصور دي قدروا ياخدوها بسبب الكاميرات اللي زارعينها في الشقة. وبيبا بتنهار وبتمشي من المكان لان بسبب فضولها خسرت توماس، وبتروح بيت جوليا وبتشوف الكاميرات وبتتعصب وبتكسر كل حاجة وبتمشي. بعدها بيبا بتبيع كل حاجة من البيت علشان تمشي منه، والناس اللي في البيت بيتريقوا عليها لان كل الناس عرفت باللي حصل. وبرونت وجوليا بيكونوا في لقاء تلفزيوني، وبنعرف ان برونت كان حاطط شرط في اخر العقد انه مسموح له يصورهم، وبنلاحظ ان برونت متضايق وبيتعصب على المذيعه وبيسيب المكان وبيمشي. ولما بيرجعوا البيت برونت بيكون حاسس بالذنب عكس جوليا اللي بيكون مش فارق لها. والطبعه بتبدا تطلع ورق مكتوب عليه انتوا اللي قتلتوا توماس، فبيخرجوا يشوفوا مين اللي باعت الكلام ده، وبيلاقوا بيبا واقفه فوق سطح المبنى، وبيطلعوا وراها وبيروحوا وراها لحد شركه النظارات اللي بتشتغل فيها. وهناك بيبا بتقول لهم انها عارفه كل اللي عملوه. وبنعرف ان جوليا دخلت البيت وحطت مخدر في المشروب لما كانت مع برونت، وتوماس شرب منه واتخدر. اخر بنشوف سكان جداد سكنوا مكان بيبا ويبصوا على الجيران اللي هم جوليا وبرونت، وبيكونوا الاتنين عمي. ولحد هنا بينتهي فيلمنا. لو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل اشتراك في القناه ولايك للفيديو، واشوفكم الفيلم الجاي. سلام.